شكرا للزميل محمد بركات. مشاهدينا، وهكذا يزال الستار عن مباريات الدور نصف النهائي، واتحاد العاصمة الجزائري رسميا إلى المباراة الختامية ليلتقي الزمالك، وهي المباراة الأولى بين فريق مصري وجزائري في نهائي هذه البطولة. واتحاد العاصمة يتأهل للمرة الثانية في تاريخه إلى المباراة الختامية، فمبروك لاتحاد العاصمة الجزائري. هارد لك أيضا لفريق أولمبيك أسفي المغربي الذي قدم مردود والأروع طوال مشوار هذه البطولة. فريق أولمبيك أسفي الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه في هذه البطولة ويصل إلى هذا الدور نصف النهائي، ويخرج بصعوبة بهذا الهدف الاعتباري، لأن الزمالك اليوم اتحاد العاصمة تعادل بهدف مقابل هدف، والذهاب كان التعادل السلبي، وبنظام الهدف الاعتباري يخرج فريق أولمبيك أسفي المغربي. فطبعا هارد لك لهذا الفريق الكبير الذي استطاع أن يقدم مردود طيب في المشاركة الأولى، بينما اتحاد العاصمة صاحب الخبرات الكبيرة وبطل البطولة في عام 2023 يصل إلى المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه. إذن مشاهدينا، فاصل ثم نعود للحديث عن أهم النقاط الفنية لشوط المباراة الثاني. إذن مشاهدينا، ظهرت خارطة المباراة النهائية بانضمام اتحاد الجزائر إلى الزمالك في المشهد الختامي لهذه البطولة، كأس الاتحاد الإفريقي، المشاركة أو المواجهة الأولى بين فريق مصري وجزائري في النهائي، وهي أيضا المباراة الرابعة أو للمرة الرابعة التي يلتقي فيها فريقين عربيين في ختام كأس الاتحاد الإفريقي. مرحبا بكم من جديد مرة أخرى، ونبارك لفريق اتحاد العاصمة الجزائري الوصول إلى المباراة النهائية للمرة الثانية في تاريخه، ونقول هارد لك لفريق أولمبيك أسفي الذي شارك للمرة الأولى في تاريخه إفريقيا، ولكن وصل إلى هذا الدور بجدارة واستحقاق. فارد لك لأولمبيك أسفي. أعود إلى عزيز بن نيج ورفيق حليش. أولا نبارك لك رفيق، ونبارك لاتحاد العاصمة الجزائري بهذا التأهل. مباراة كانت ممتعة بين الفريقين، صراحة فريقان استحق الوصول إلى المباراة النهائية، لكن اليوم التوفيق كان لاتحاد العاصمة وذهب إلى مقابلة الزمالك. أكيد. أولا هارد لك أخويا عزيز وكل جمهور أولمبي أسفي. الاتحاد قدم مباراة قوية رائعة، خاصة من الناحية الدفاعية. شفنا حضور قوي من كل النواحي، مرتدات، الهجمات كان فيها كلها خطيرة. أحرز الهدف الشوط الأول اللي كان قاتل، ومنه أنا قلت لك أنه كان نصف المهمة قام بها الاتحاد ومطالب بإكمال المهمة. في الشوط الثاني دافع بقوة، صحيح أنه سجل عليها التعادل، ولكن في الأجواء الصراحة اللي مرت عليها الشوط الثاني أنا نعيب على إفريقيا كامل. يعني إما في مباراة جنوب إفريقيا كونغو أو ما أدري تونس الجزائر المغرب، عندك تلعب شوط اللي تلعب 10 دقائق توقف 10 دقائق، راح تاثر على لاعبين، حتى انك تاثر على لاعبينك انت. اصلا كان يمكن انه اولمبيك اسفي يرجع في المباراه ويعادل ويفوز في النتيجه لولا الاعمال اللي صارت من طرف البعض من الجمهور للتوضيح من مسؤولين اتحاد العاصمه. كلموني قالوا لي للتوضيح فقط، لم يرجع فريق اتحاد العاصمه الى الملعب وتاخر في العوده حتى يتم تاكيد الامان والسلامه للاعبين وللجمهور، لانه اللي احنا ما شفناش في الصور الاولى في الاستوديو انه الاقتحام ادى الى اعتداء على العناصر، ومنها تشاحن بين العناصر الفريقين. لكن الامور مرت على خير. هذا طلع منا قرارات انه يمكن ما تكونش الصوره واضحه لنا، ولكن من الاتحاد العاصمه مسؤولين اكدوا على توضيح انه تاخر في العوده لهذا السبب، ولما تم تامين الامن لطرف الجمهور واللاعبين تم القرار من الاتحاد الافريقي للحكم ان المباراه تستأنف ورجعوا للمباراه، والحمد لله مرت على خير. وهذه طبعا نقطه مهمه، مرت المباراه على خير. وطبعا يعني الاداء من الفريقين كان ممتع بصراحه، مباراه كانت ممتعه مثيره رغم الاحداث، لكن الاداء الفني من اولمبيك اسفي ومن اتحاد العاصمه، هذا فريق ادى بشكل تكتيكي دفاعي منظم، هذا فريق كان اكثر ضغطا فريق اولمبيك اسفي، وكانت الاحصائيات كلها في صفحه الشوط الاول. لكن تقييمك لما قدمه هذا الفريق خلال مشوار البطوله حتى الان في مشاركه اولى، وهذا انجاز كبير. الف مبروك لرفيق والاتحاد العاصمي على هذا التاهل. ولكن لازم ارد على كابتن رفيق، لان ما وصلني العكس.
وصلني بأن من اقتحم الملعب اولا هو جماهير اتحاد العاصمه، وكانت ردة فعل جماهير الاولمبيك اسفي. لذلك انا انت تصلك شيء وانا يصلني شيء، نخليو من كان في الملعب ما كان يحكم. هذا ليس وقت. انا للامانه احمد لا لازم رساله من اتحاد مسؤولي اتحاد العاصمه. نعم نتحدث عن المباراه. لا خلاص، المهم انا كنت اوضح لانك رميت باتهامات كثيره على حسب رميت باتهامات اللي الجمهور الاولمبيك اسفي على حسب ما قيل لك من مسؤولين من جهة واحدة. طيب حتى انا اقول لك لماذا جاءني من جهة المفروض يكون من مسؤولين اولمبيك اسفي. لا الان اولا ثانيا الاستقبال في الشوط الاول كان رائع. رفيق المفروض يكون الرد من الطرف الثاني بنفس الطريقه. المباراه عدت بسلام وبامان. الحمد لله احنا مش موجودين هناك. صحيح. خلي نحن اكيد خلاص ما حدث رساله وطلقناها ومش موجودين ومش عارفين الاوضاع. اذا ما نتكلمش في الموضوع، نتكلم في المباراه فنيا. تقييمك لما قدمه اولمبيك اسفي خلال مشوار البطوله وفي مباراه اليوم عزيز؟ المباراه كانت جيده الصراحه ما بين الفريقين. صراحه فنيا كانت جيده الصراحه. اولمبيك اسفي لعب مباراه كبيره الصراحه. توتر شيئا ما، تشنج، كان تسرع، ولكن لا يلام لانه خرج من المسابقه دون ان يخسر. صح، وهذا يحسب لأولمبيك اسفي. برافو لأولمبيك اسفي. اظن بان كان يستحق اكثر في الشوط الثاني لو كان شيئا ما زعما قلل شويه من التسرع، لكن اظن المباراة في الأخير انتهت بتأهل اتحاد العاصمة. صحيح كانت هناك بعض القرارات التحكيمية، لكن هناك الفار في بعض الأوقات. خلاص عندما يحضر الفار خلاص احنا نلتزم بقرارات الفار ونحن متفقين معهم مش متفقين، حالات ضربة جزاء، حالات هذا. صحيح. لذلك فدائما كنقول بأن كرة القدم لازم تنتصر، اوكي، لكن تنتصر. احنا مش موجود كما قلت لكي نتكلم عن اشياء غير رياضيه. خلاص انتهى الموضوع. هناك من سيعمل التقارير. نذهب الان الى طبعا الزميل مهدي فودي مشاهدينا، ومعه طبعا لامين داي مدرب فريق اتحاد العاصمه. نستمع ماذا قال بعد هذه المباراه. شكرا لكم. في الاستوديو يحضر معي مدرب اتحاد العاصمة الجزائري المدرب السنغالي لامين داي. كوتش، فيليسيتاسيون، تهانينا على الفوز. التأهل جاء على الرغم من كل شيء، لكنها كانت معركة بدنية ومعركة تكتيكية، واستطعتم التأهل في نهاية المطاف. لقد أحسن اللاعبون، الفضل يرجع للاعبين. كانت معركة بالفعل، ونحن لعبنا في هذه الظروف واستطعنا التأهل، وأعتقد بأننا استحقنا هذا الانتصار. لقد كانت الأمور ثقيلة للغاية. من المؤسف التوقفات المتتالية، وهذا يؤثر على التركيز، لكننا استطعنا التركيز في المباراة، وأنا طلبت من اللاعبين ذلك، والهدف كان التأهل، واستطعنا التأهل على الرغم من أننا سجلنا هدفا واحدا وهم سجلوا هدفا أيضا. بالنسبة للأمور غير الرياضية، على الرغم من أن أسفي سجل وكانت الأمور صعبة، لكنكم استطعتم التأهل. نعم، استطاعوا إدراك التعادل، لكنني أعتقد بأننا لعبنا بشكل جيد ولعبنا بتوازن، وربما كانت هناك بعض الأمور التي من الممكن أن نتجنبها، لأن مع كل الأحداث التي شابت المباراة لكننا استطعنا أن نفوز، وهذا أمر جيد بالنسبة للاعبين وبالنسبة للنادي وبالنسبة لجماهير النادي. المباراة النهائية ستكون أمام الزمالك، وهل أنتم مستعدون؟ كل شيء سيكون على ما يرام إن شاء الله. شكرا جزيلا وتهانينا مرة أخرى. كان هذا تصريح مدرب اتحاد العاصمة الجزائري المدرب السنغالي لامين داي. عودة إليكم في الاستوديو. لامين داي مدرب فريق اتحاد العاصمة المتأهل إلى المباراة النهائية. أيضا نستمع لصاحب هدف اتحاد العاصمة في هذه المباراة أحمد خلدي، ماذا قال أيضا بعد هذا اللقاء.
شكرا لكم مجددا. يحضر معي مهاجم فريق اتحاد العاصمة الجزائري ومسجل لنقل هدف التأهل المهاجم أحمد خالدي. فرحة عارمة، فرحة لا توصف. قدمتم إلى آسفي وإلى المغرب من أجل انتزاع بطاقة التأهل للنهائي، لكنها كانت مباراة تكتيكية بامتياز، احتاجت لجهد بدني كبير، لكن في نهاية المطاف الكلمة الأخيرة كانت لاتحاد العاصمة بفضل أفضلية قاعدة الهدف خارج القواعد. نعم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. تحية كبيرة لأنصارنا اللي جو اليوم بقوة، ما نساوهمش، نبداو بهم هذا التأهل هذا. الحمد لله يا ربي كانوا سند لينا. كما كنا عند كلمتنا في مباراة الذهاب، وين أنا كشخص صرحت وأن قلت باللي اتحاد العاصمة عنده كلمته في إفريقيا وخاصة خارج الميدان. الحمد لله كنا عند حسن ظن الجماهير تاعنا، عند حسن ظن كل الجزائريين. الحمد لله يا ربي وفقنا ربي، وين سجلنا هدف كما قلت أنت في الأول سبق وذكرت أنه أفضلية الهدف خارج الديار. الحمد لله عاونتنا بزاف، كنا واقفين كرجل واحد. الحمد لله حققنا التأهل. بالنسبه لي انا كشخصي اول فينال ليا، الحمد لله يا ربي توفيق من الله عز وجل، راح نقدموا اللي علينا، ولما لا تزورنا هذا الكاس مره ثانيه في الجزائر ان شاء الله. المبتغى والهدف الاكبر هو تحقيق اللقب. انتم ابطال نسخه عام 2023، ونهائي هذا النسخه سيكون امام احد عمالقه هذه المسابقه، الزمالك المصري. نعم عندك الحق اخي الكريم. الزمالك المصري غني عن تعريف، لكن اتحاد العاصمه له ثقل كبير في القاره. احنا راح نوجدوا لها كما يلزم الحال ان شاء الله. هذه المباراه ما يخفالكش باللي هي مباراه ذهاب ومباراه اياب، يعني 50% لكل طرفين. الحمد لله. بلا ما نساو فريق اولمبيك اسفي، نتمنوا لهم حظ اوفر ان شاء الله وفي البطوله ان شاء الله، ولما لا يعاودوا يلعبوا كاس الكونفدراليه العام المقبل ان شاء الله. وتحيه لاخوتنا المغاربه اللي هنا في المغرب ككل. واخر كلمه، الرساله الجميله، الروح الرياضيه. بانسر الحمد لله رانا خاوه ورانا مسلمين ككل، نحييهم تحيه كبيره، ونتمنوا ان شاء الله الفريق نتاعنا انه يقدم مستويات كبيره ان شاء الله في باقي مشوار، سواء البطوله سواء كاس الجمهوريه رانا في نصف النهائي وكاس الكونفدراليه ان شاء الله. شكرا لك خالدي، اذهب للاحتفال مع الزملاء. شكرا لك. كان هذا مهاجم فريق اتحاد العاصمه الجزائري احمد خالدي. عوده اليكم في الاستوديو. أحمد خالدي طبعا لاعب فريق اتحاد العاصمة والروح الرياضية الجميلة، يهنئ طبعا فريقه ويهنئ أيضا أولمبيك أسفي على الأداء المتميز طوال مشوار البطولة، الفريق الذي كان يشارك للمرة الأولى في تاريخه ويصل إلى هذا الدور وهذا المستوى. مبروك مرة أخرى لاتحاد العاصمة الوصول للمرة الثانية في تاريخه إلى المباراة النهائية. هارد لك لأولمبيك أسفي الذي قدم مردود ولا أروع خلال مشوار هذه البطولة، وخرج الشقيقان طبعا بروح رياضية رائعة من هذه المباراة الكبيرة. نذكركم مشاهدينا بالمواعيد المقترحة من قبل الاتحاد الإفريقي، والتي أعلنها فقط على صفحاته الرسمية ولم يبلغ بها الأندية حتى الآن. الكاف حدد 9 و16 من مايو المقبل لمباراتي نهائي الكونفدرالية، ولكن حتى الآن لم يتم تبليغ الأندية بهذه المواعيد. الذهاب سيكون في الجزائر والعودة ستكون في القاهرة بمشيئة الله. النهائي بين الزمالك واتحاد العاصمة، وهي المقابلة الأولى في النهائي بين فريق مصري وجزائري. في الختام لا يسعني إلا أن أشكر ضيفي العزيزين كابتن عزيز بني، شكرا جزيلا. شكرا، ومرة أخرى مبروك لرفيق والاتحاد العاصمة على الفوز. شكرا هارد لك لأولمبيك أسفي. طبعا هارد لك أسفي. شكرا كابتن رفيق، شكرا جزيلا لك. أولمبيك أسفي صراحة نهنئه تواجده أول مشاركة نصف نهائي، شيء جميل. اتحاد العاصمة مباراة رائعة بأداء فني مميز، يا إما من اللاعبين يا إما من الطاقم الفني، وشكرا للفريقين بصراحة خبرته قامت بالفارق. مبروك للجميع. شكرا رفيق حليش، شكرا عزيز بنيج. وهكذا مشاهدينا نصل الى ختام هذا الاسلوب التحليلي. الشكر موصول لكل فريق العمل. دمتم بخير وتصبحون على الف خير. الى اللقاء.